حاولت اعمل كل سنن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعه. من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعه الاغتسال، وكمان حسن الثوب والتطيب، وكمان السواك. وطبعا يستحب تروح المسجد مشيا، والدخول للمسجد قبل ما الامام يطلع على المنبر عشان الملائكه تكتبك في صحيفتها. وطالما رحت بدري ما تنساش طبعا فضل الصف الاول والانصات للخطبه وعدم اللغو. وبعد الصلاه ما تنساش تقول اذكار الصلاه زي سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33 كده 99، وتكملهم بقى بالمية بلا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وطبعا وده حاجه اكيده ما تنساش السنه البعديه لصلاه الجمعه وهي 4 ركعات في المسجد. واكيد طبعا فضل سوره الكهف نور ما بين الجمعتين. واهم حاجه هي كثره الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعه. وبس كده، شير للفيديو وخليك سبب في نشر سنه من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.